انت اللي هتبداي اهو. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا رب؟ وصلوا دايما في احسن حال وفي احسن الاحوال. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاسراء والمعراج. انا النهارده كنت هاخد خاطر الحاجه ام محمد بصراحه في اختها البقاء قدام لله ربنا يرحمها، ويا رب يصبرهم على فراقها ويجعلها في ميزان حسناتها يا رب، ويجعلها من المقبولين ان شاء الله. فهي اصرت بقى انها تغدينا النهارده كده، فقلنا ناخد كلمتين معاكم بقى ولا حاجه. والله يا حبايبي، ولا غدا جاب ظروفها، وكل واحد كريم بيلاقي ان شاء الله يعني رزقه في رجليه. الحمد لله الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تعودها عليكم الايام الحلوه المباركه دي، ويعودها عليكم بخير وفي سعاده، ويرجع لكم في زياده دايما يا رب. امين يا رب. وكل اللي نفسه في شيء ربنا ينوله له. امين يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا معاكم كلكم يا رب، ويعودها عليكم الايام بخير يا رب. اللهم امين. مش لكم بركه لقناه امل ولوجي ولا لوجي. خش عندها واشتركوا لها. ربنا معاها يا رب، يرزقها ويرزقها برزق عيالها يا رب. امين يا رب. اللهم امين. اللهم ما تحرمش من ذوقك. ربنا يخليك ويوسع عليك يا رب. وتفضلوا تغدوا معانا. ماشي خلاص يا مؤسس. طبعا دلوقتي احنا نزلنا الجنينة. ده اسمه محمد جمعة، اجدع جنايني ما شاء الله، راجل محترم جدا وذوق وامين في شغله بصراحة ما شاء الله عليه. بيشتغل يعني بيعمل كل شغله في الجناين بصراحة، يعني ما شاء الله. بيزرع فواكه، بيزرع خضار، بيوضب الجنين كده زي ما انتم شايفين اللهم بارك. فاحنا جبنا لي الجنينة بتاعت الحاجة ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بيوضب فيها. ده جنينة البيت اللي انا ساكنة فيها يا جماعة. الجنينة دي جنينة البيت اللي انا ساكنة فيه. متابعيني طبعا، اللي متابعيني اكيد عارفينها وشافوها قبل كده في الفيديوهات. فاحنا جبنا محمد الجنايني دوت عشان خاطر يظبطها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. احنا كده زارعين بصل اهو، وده شبت وكزبرة اللهم بارك، ودي شجرة جوافة كده ما شاء الله. شايفين اصلا شغله بسم الله ما شاء الله. مخطط الاماكن يعني اللي زرع فيها. ده توم، كنا احنا زارعينه برضه قبل كده. ده التوم. فهو ظابط بقى الحاجات. احنا طبعا ما كناش يعني محمد ابني مش ليه في الزراعة ولا الكلام ده، مش فاهم فيها. فعلى رأي المثل اللي بيقول ادوا العيش لخبازين لو هياكلوا نص. فمهما زرعنا هو احنا مش هنعرف نعمل زيه ما شاء الله تبارك الله. ربنا يزيله ويوسع عليه يا رب ويصلح حاله ويرزقه ويرزقنا ويرزق الناس كلها اللهم امين. راجل محترم، راجل امين. زرع برضو هنا في جناين كتير، في بيوت كتير في قلبها جناين زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. منتهى الامانه والنظافه والذمه صراحه اللهم بارك. هو ساكن في مايو، ساكن في 15 مايو. عند جاردينيا، بجوار جاردينيا يا جماعه. ساكن في 15 مايو بجوار جاردينيا. فما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. موضبها ومخططها ومخليها ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده زي الفل. حتى مهتم بالشجر برضو ما شاء الله. عمل له حاجات كده بتترش عليه، خميرة وعسل، خمرهم كده يوم بليلة كده ورشهم على الشجر ووضبوا كده ما شاء الله. ده بعد ما يعني ايه، بعد ما قص الشجر، يعني قص الشجر الاول، وبعد ما قص الشجر ونضف حواليه راح مخططه كده زي ما انتم شايفين وموضب مكانه كده. شايفين بقى ما شاء الله. فعلا فعلا كل حاجة يعني كل شيء وله شيء. كل واحد بيفهم في صنعته او في مهنته سبحان الله. الدكتور بيفهم في الطب بتاعه او في مهنته، النجار بيفهم في مهنته، الفلاح بيفهم في مهنته. سبحان الله كل واحد فاهم في شغله. كل واحد دكتور في شغلانته يا جماعة زي ما بيقولوا. شايفين ما شاء الله. المكان نفسه لما خططه كده بقى شكله جميل، ووضبه كده بقى شكله جميل اللهم بارك يعني. مش فاكره بصراحه انا كنت بحكي له على ايه، لان التسجيل ده اصلا عندي بقاله اسبوع. بس انا قلت امنتج الفيديو وانزله معاكم النهارده. كان في عندي ظروف كده بصراحه، ما كنتش عارفه انزل فيديوهات ولا اي حاجه. فسامحوني يا جماعه، انتوا فعلا مقصرين معايا في المشاهده بصراحه يعني. اخواتي
وحبايبي المتابعين عندي في القناة او المشتركين عندي في القناة، ده خلاص ما شاء الله شايفين الحاجات دي طلعت يعني بدأت تنبت ما شاء الله، اللهم بارك. يعني هو زرع الحاجات الصغيرة دي بدأت تنبت ما شاء الله. الحاجات استني يا منى ما تناميش عشان انا عايزك. الحاجات اللي هو زرعها دي ما شاء الله بدأت تنبت اهي زي ما انا وريتها لكم. عاوزه اقول بقى كلمتين كده لاخواتي المشتركين عندي في القناه. يا جماعه انتوا انا زعلانه منكم بصراحه، انتوا مش بتخلصوا في المشاهده خالص خالص. يعني سبحان الله دلوقتي عندي 1670 مشترك، الفيديو كله ما يجيبش اكتر من 50 او 100 او 200 مشاهده. امال فين بقيه المشتركين يا جماعه؟ ليه مش يعني ليه اللي بتبوظتوا القناه بصراحه؟ يعني بوظتوها يعني كل التعب والمجهود ده كله، وبعدين اجي ابص الاقيكم مش مشاهدين او مش مهتمين بمتابعة القناة. الفيديو كل المشاهدات اللي فيه ده، الفيديو كله مش جايب 50 60 مشاهدة، 100 مشاهدة، 200 مشاهدة بالكتير. شايفين الجنينة دي؟ الجنينة دي ورا البيت اللي منى بنتي ان شاء الله ان شاء الله تسكن فيه. جنينة جميلة جدا برضو ما شاء الله. على فكرة ان انا من عشاق الجناين والاشجار والحاجات الحلوة دي ما شاء الله. شايفين الشكل اصلا؟ انا واقفة دلوقتي فوق في البلكونة بتاعت شقة منى بنتي ان شاء الله، يعني شقة المستقبل يا جماعة. شايفين ما شاء الله. بطلب بس فضلا وليس امرا من اخواتي متابعين عندي في القناة، يا ريت تهتموا بالمشاهدة يا جماعة. فعلا فعلا القناة باظت خالص خالص الايام دي، فعلا قلة المشاهدة فيها وحشة قوي قوي، مشاهدات فيها ضعيفة جدا، وانا بصراحة زعلانة قوي قوي من قلة المشاهدة فيها بصراحة. لان كل اللي انا عملته فيها او كل المجهود اللي انا تعبته فيها بحس ان بروح على الفاضي، بحس ان مفيش فيه تقدير بصراحة. يعني كل المجهود اللي انا عملته في القناة بحس ان مفيش فيه تقدير يا جماعة. ففضلا وليس امرا يا ريت يا جماعة تخلصوا في المشاهدة، القناة هتبوظ هتضيع بصراحة يعني. فانتوا مش يرضيكوا كل اللي انا التعب اللي تعبته فيها يروح على الفاضي يعني. وبعدين عاوز اقول لكم انا بشكر اخواتي وحبايبي متابعين عندي في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر وجميع انحاء العالم. بشكركم قوي قوي على حسن متابعتكم للناس المتابعين عندي في القناة بصراحة يعني. وعاوز اقول كلمتين مهمين. يا ريت يا جماعة يا ريت ان احنا فعلا ربنا قال ان خير الناس انفعهم للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام كده برضه قال خير الناس انفعهم للناس. فيا ريت احنا لو اخلصنا وتابعنا واهتمينا بس، والله مش هيبقى ده الحال، مش هيبقى حال القناة بالشكل كده. فانا اكيد فاهمة وانتوا فاهمين طبعا ومقدرين القناة اللي بيبقى فيها محتوى زي المحتوى بتاعي ده اكيد برضو بتكلفوا وقت ومجهود وشغل وتعب ومنتجة حاجات كتير جدا. يعني اصحاب القنوات الصغيرة فاهمين وعارفين، واصحاب القنوات الكبيرة برضو كانوا في نفس الموضوع وفاهمين برضو وعارفين. فيا ريت يا جماعة متنسوش اللايك وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة وما تنسوش تخلصوا